السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا هنعمل الفول المدمس. كده معايا نص كيلو فول بلاه 12 ساعة، ومعايا نص مج عدس منقية برضو وبلاه، ونص مج فول منقية برضو وبلاه، ومعايا هنا معلقة بابريكا، ومعايا هنا معلقة كركم، ومعايا بصلاية. دي ده طريقة طريقة المطعم، الفول بتاع المطعم. طبعا مش هنحط عليه ليمون، الليمون ده بيبقى مادة حامضة، ولا هنحط عليه طماطم. افضل طريقة حبايبي، والله دي طريقة المطعم بالظبط. اعملوها وجربوها وعلى ضمانتي قدام ربنا. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنزل بالعدس، هنزل بالفول، معايا بصلايه زي ما قلنا مش هنحط طماطم، معايا معلقه كركم ومعلقه بابريكا. الكركم ليه؟ الكركم عشان يخلي لونه كده اصفر وجميل. طبعا مش هنحط اي حاجه تانية غير دول. بعد كده هننزل بالميه السخنه. كده حبايبي حطيناه في القدره. لو انتوا ما عندكوش قدره ممكن تحطوه في حله عادي عادي، مفيش اي مشاكل اهو. حتى لو انتوا مش بالين الفول، ممكن تنزلي ومستعجله عليه، ممكن تنزلي على الفول بالميه السخنه وتسيبيه مثلا لمده ساعه، وبعد كده تسويه لو انت مستعجله عليه يعني. هنا حبايبي هنزل بالميه السخنه زي ما انتوا شايفين. كده زي ما انتوا شايفين. هديله تقليبه بقى كده. هنا حبايبي بقى هولع عليه. ومعايا هنا ميه، كسرولة فيها ميه، هحطها هنا كده فوق القدرة، على اساس لما الميه تنقص ازود من الميه السخنه اللي هي هتبقى فوق القدرة الفول. طبعا اول ما هيغلي هوطي عليه خالص وهسيبه بقى براحته. بصوا هي كده طلعت هتنزل كده، فهجيب حاجة اكبر يعني. نقلت في حاجة اكبر، هحطها بقى كده تمام. واول ما تغلي اوطي عليها خالص زي الشمعة واسيبه براحته خالص بقى. بص حبايبي بقى احنا هنقلب كده، هندي تقليبه بقى كده. بص حبايبي، بصوا لون الفول عامل ازاي. بصوا، بصوا الفول، بصوا الحبايه دايبه ازاي. بصوا، بصوا ما بتستحملش. بصوا، بصوا زبده زبده كده زبده. طبعا الكركم بيحافظ على اللون وبيساعد على السوا. بصوا، بصوا في منتهى الجمال. بصوا، بصوا حبايبي ميته، بصوا الميه بتاعته. طبعا عشان هو مبلول من قبلها فما خدش سوا. بصوا، بصوا كمان 10 دقايق بالظبط وهطفي عليه واسيبه يبرد بقى وابقى اعبيه في اكياس. يا ريت يا حبايبي بقى تكون طريقتي عجبتكم، واعملوه بالطريقه دي وجربوه في منتهى الجمال. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وادعوا لاخواتنا اللي في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب، ويجعلها رمضان سعيد عليهم يا رب، وسنه سعيده عليهم.
وربنا يبعد عنهم يا رب كل شر، وكل عام وأنتم بخير.